بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بدوري أهنئ الشعب الجزائري والأمة المسلمة بهذا الشهر الفضيل. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لصيام أيامه وقيام لياليه واستثمار هذا الشهر الكريم استثمارا جيدا محققا للمقاصد الإيمانية التعبدية الأخلاقية التربوية الاقتصادية الاجتماعية وغيرها من المقاصد. لا شك كما تفضل أخي العزيز أخي عبد القادر وهو يتحدث عن هذا الشهر الفضيل قائلا ليس هو شهر الحرمان صحيح. ولكن هو شهر الأمان، بل هو مدرسة من اجتهد في تحقيق مقاصد هذه المدرسة واجتهد في إنجاز مشاريع استثمارية، دعني أسميها بهذا الاسم، مشاريع استثمارية في هذا الشهر، طوبى له ويسعد إذا اجتهد في تحقيق تلك المشاريع وفي تحقيق تلك المقاصد. ولكن في الوجه الآخر وفي المقابل نجد بعض السلوكات التي لا تبشر بالخير. وربما يعتدنا أحيانا نتحدث عن السلوكات السلبية للتجار صح. الذين يغتنمون فرصة رمضان فيرفعون من الأسعار استغلالا لهذا الشهر الكريم واستغلالا للهفة الزبائن. ولكن أعتقد من باب الإنصاف أن نقول هناك من التجار من استقبل هذا الشهر استقبالا يليق به، يليق بمقامه، من خلال يعني خفض الأسعار والسلعة العرض نتاعها يكون جيد وحسن ويساعد الفقراء والمساكين. هناك وجه مشرق مضيء في حياة الكثير من التجار. نسأل الله أن يكون هذا الخلق متوارثا بين عموم التجار. وقد قلنا مرارا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. فهذه منزلة رفيعة قد ينالها التاجر بهذه الأوصاف الطيبة الواردة في الحديث. ولكن أيضا نجد بعض الناس أو الكثير من الناس للأسف الشديد يعتقد اعتقادا خاطئا أن بطنه قد اتسعت. هي البطن نتاعو هي صحيح. يعني طاقتها في شعبان ولا في رمضان ولا في شوال ولا هي. ولكن هناك من يعتقد أن الطاقة نتاعها اتسعت، فبالتالي يمشي في الأسواق ملهوفا يبحث عن ألوان الخبز وألوان الفواكه وألوان كما يقولوا بالدارجة يأكل بعينيه. وطبعا هذا تبذير وإسراف ومخالف لهدي النبوة، لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وربما بعضهم أو الكثير منهم بعد رمضان يجد نفسه مدينا، يعني يكون كاهله مثقلا بالديون التي تتعبه بعد رمضان. هذا مظهر سيء. أعتقد علاجه، ردا على سؤالكم بالدقة فأقول علاجه في استحضار مقاصد الصيام. فإذا استحضر أحدنا مقاصد الصيام العليا إيمانية وتعبدية وتربوية واقتصادية واجتماعية، لا شك أنه سوف ينسى يعني هذا السلوك السيء، فهو سلوك سيء لا يبشر بالخير حقيقة. وحتى من ناحية الحضارية السيفيزم كما نقول، الناحية الحضارية لا يليق بنا كمسلمين كي يجي شهر رمضان وبعدين نسير يعني كالملهوفين في الشوارع وفي الدكاكين إلى آخره. وربما هذا الذي يدفع بعض التجار لرفع الأسعار. يقول لك ما دام هذا الناس باغيين يشريوا بأي ثمن، هي فرصتي الذهبية أستغلها. هو يربح ويعمر جيبه، ولكن في الوقت نفسه راه يدمر قيم يعني في المجتمع. أعتقد باستحضار هذه المقاصد تعالج هذه الظاهرة السلبية في مجتمعنا.